سبق وشرحنا قبل كده ان من اهم الصفات اللي لازم تبقى موجوده عند قائد المركبه المحترف واللي بتخفض من احتماليه اللي هو يعمل حادثه او يتسبب في حوادث للاخرين هو ردود الافعال السليمه والامنه. وردود الافعال هنا بتبقى مبنيه على جزئين اساسيين، هو الانتباه والادراك. الادراك هنا بيبقى متكون من كذا ركن، الادراك القصري والارادي والاعتيادي والتلقائي والتوقعي، وده اكيد رزق ربنا بيوضعه في خلقه، ولكن احنا في منصاتنا هنا بنحاول ننميه. كل قائد المركبات معرضين اعطال وحوادث او اي معوقات، لو ما كانش منتبه ليها من البدايه بيضطر يقف في نص الطريق، وهنا للاسف بتحصل الكارثه، لان عدم انتباه قائد المركبات القادمون من الخلف وعدم تركهم لمسافات امنه تصلح للتوقف المفاجئ او على الاقل تغيير المسار تسبب بشكل كبير في حوادث للي بيقفوا طبعا في نص الطريق. وعشان كده بنقول ادراك النوع دوت من المشاكل او المعوقات من البدايه امر مهم جدا لتلاشى التوقف في منتصف الطريق، ولكن ان حدث لسبب او لاخر يجب على قائد المركبه اخلاء المركبه سريعا ومحاوله تحذير قائد المركبات القادمون من الخلف. زي المثال اللي انتوا شايفينه دلوقتي، لو قائد المركبات دولت كانوا جريوا في اتجاه العربيه النقل وواحد فيهم بالبلدي كده خلع قميصه وبدا يشاور للعربيه، ما كانتش حصلت المصيبه دي، او على الاقل كانوا هربوا ونجوا بنفسهم. وللاسف النوع دوت من الحوادث متكرر بشكل كبير، ولكن ما حدش سلط الضوء عليه. لو انت بتتصرف بالشكل دوت فاكيد انت صح. كمل، تنساش بقى تدوس متابعه. ربنا يستر طريقكم. سلام.